صباح الخير. Good morning baby. Good morning mommy. صباح العسل يا عسل. الحين الساعة 7:21 بتوقيت مصر، الزمالك، القاهرة. أهو بكى واشتكى ملك صبرك. طبعا لما شعرنا يحترق ولا يتعب ولا whatever ما نقعد نحط ايدنا على خدنا ونبكي، نو نو نو، نعتني ونسوي كل المحفزات اللي تخلي شعرنا ينبت مرة ثانية. طبعا الموضوع هذا انا اوريدي مجربته ومسويته خلال ال3 شهور الماضية اللي كنت فيها بالكويت دكتورة. انا حاليا لو جنطة منتجات اني تايم اني وير معي كان ما اضطريت ان انا امسك ثلجة واجيب ثلجتين. الحين توني جبت مرة ثانية ثلجتين، ها شوفوا ثلجتين، وبكلينكس وحالتي حالة وبسرعة يذوب. لو باني تايم لو الحين انا عندي الايس رولر، جنطة منتجات اني تايم اني وير مالوتي، انا ناسيتهم عند احمد طارق اللي هو عنده جناطي وعنده كل سوالفي واشيائي، فناسيه اغراضي يعني 3/4 الجناط مالوتي مالت البرودكت مالوتي وهالسوالف عنده منو؟ عند احمد طارق. حلو. فالحين لو انا مو ناسيتها كان الحين الايس رولر، المنتج مال الايس رولر اللي اصلا الغلاف ماله سيليكون، وامسكه بايدي لو اقعد نص ساعه افرك بمنابت شعري بالايس رولر انزين ما يذوب. هذا الحين توني رايحه الفريزر مره ثانيه جايبت لي ثلج مره ثانيه. ليش؟ لانه ذاب بسرعه يذوب. فعشان كذي انا اموت على منتجات اني تايم اني وير. هذه حقيقه حرفيا. I love you. قلت لكم مليون مرة، إذا الفروة حارة لو تقعدون سنة كاملة ما ينمو، لو سنتي واحد ما ينمو إذا الفروة حارة. فلازم نخلي الفروة تكون باردة ونظيفة، نظيفة باردة، نظيفة باردة، نظيفة باردة يعطينا شنو؟ حيوي يعني راح ينمو معانا. يس باردة ونظيفة عشان تكون حيوية من حياة، علشان ينمو معانا شعرنا. مو تبون شعر طبيعي جميل، لا إله إلا الله تبارك الله محمد رسول الله. شنو فائدة الثلج للشعر؟ وممكن انه ينبت شعر مرة ثانية. وصباح الفل يا جميلة، صباح العسل يا عيون وروح الجميلة انتي. ود قاعدة تسألنا، ووايد ناس قاعد يسألوني نفس السؤال هذا. اوكي، اكيد احنا ناس بالكويت عندنا منطقة اسمها زمالك. excuse me يعني it doesn't make any sense. مش منطقي خالص. يعني مو جهلة، احنا ناس مو جهلة، احنا ناس نتكلم بالمنطق وبالعلم. الثلجة لما نقول ان هي تطلع، يعني مو بسبب ان هي اللي تطلع شعر، نو. الثلجة لما نحطها على منابت شعرنا، الفروة نفسها، المراحل اللي تمر فيها فروتنا لما نمرر خلال تمرير الثلجة على الفروة، شنو المراحل هذه تخلي الفروة ان هي تنتج لنا شعر وتنبت لنا شعر. حلو، ممتاز. ليش؟ لان في وايد اشياء. الثلج يعتبر محفز خارجي. انا اقول لكم دايما لما انا شعري مثلا اروح اسوي شيء غلط، ولا احرقه بالصبغات، ولا اسوي، ولا ابطح، ولا بعدها ما اقعد افكر باشياء صناعيه، انا احب الطبيعي. فشو اسوي المحفزات الداخليه اللي اخذها، نفس الفيتامينات اللي اكلها، والخارجيه اللي برا. شفتوا لما تقولوا لي شيوخه
ما شاء الله ما شاء الله. شنو تسوين؟ شنو تاخذين علشان شعرك يطول، علشان شعرك بهالطول؟ قاعدة استخدم محفزات خارجية وداخلية. الخارجية هي مثل شنو؟ الاشياء اللي استعملها، الشامبوهات اللي استعملها على of course انا قاعدة اسوي مراحل، يعني انا قاعدة اعتني من برا ومن داخل. يعني أنا صار لي كم سنة الحين، 3 سنين من أول ما بديت بالسايت الكامل مالي. ما أقول لكم إلا عن الشيء اللي أنا، السيروم اللي أستعمله، الثلجة اللي أمرر 100% مجربتها. الثلج، سالفة الثلج هذه جربتها، لا إله إلا الله، شيء خرافي. رقم 1. نمبر 2 الشامبو، شامبو الفروة الدهنية اللي من ذا بادي شوب تي 3، هذا هو. نمبر 3 الفيتامينز اللي هم أقوى شيء، البيوتين والبيور جاميز. البيوتين يطول الشعر، والبيور جاميز يكثف الشعر ويوقف التساقط. البيور جاميز صار سولد أوت، فيبنى شيء جامع الاثنين هذيلا في واحد، ألا وهو يا شيوخة هو فول هير. فول هير، فول هير. وتبارك الرحمن، أنا الكل يدري إنه ولا عمري بحياتي ركبت أظافر، ولا عمري بحياتي ركبت شعر. ما شاء الله، لا إله إلا الله أكبر، تبارك الرحمن. يا سيدي عاشق، يا سيدي عاشق. شوف الخصومات قدامكم، اللي up to 90%، فوق اللي من 90%، وهذا الجزء كل شيء أقل من 39 دينار. يعني دشون تلاقون ب15 دينار 16 دينار، أشياء كانت بمبلغ. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، حرفيا الخصومات قاعدة تولع 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 تولع.